السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما مر وقت طويل منذ التقينا لآخر مرة فيه على مسؤوليتي، وربما كان هذا بسبب توالي الأحداث وبالتالي توالي المتابعات الإخبارية، لكن لا بأس، نحن نلتقي مرة أخرى لنتحدث عما أقروه وسموه تعديلات دستورية عبر ما سموه لجنة ال50 للتعديلات الدستورية. لا شك أنها لجنة هي مكونة من عدد من الأشخاص، وبما أن عدد هؤلاء الأشخاص بدأ وهم 50 شخصا فهي لجنة ال50 أيضا، ولا بأس. لكن حكاية التعديلات الدستورية هذه مثار شك كبير، لأنه لكي تعدل دستورا أو لكي تضع دستورا يمثل شعبا من أكثر من 90 مليون نسمة ينبغي أن تكون منتخبا. كانت اللجنة السابقة التي وضعت دستور 2012 شخصيا اعترضت على أنها منتخبة على درجتين، وقلت أنه كان ينبغي أن تكون منتخبة انتخابا مباشرا على درجة واحدة، يعني الشعب يختار اللجنة مباشرة وليس البرلمان هو من يرشح ويختار. الحقيقة أنه ترشيح البرلمان أو انتخاب البرلمان هو انتخاب أيضا، لكنه ليس الانتخاب الأولى، وإذن ليست هناك أي مناسبة وليس هناك أي داعي لأن نرفض الانتخاب على درجتين ثم نقبل التعيين المباشر. التعيين المباشر لا شك أنه أسوأ درجات الاستبداد. إذن هذه لجنة تمثل منذ البداية ومنذ طريقة اختيارها أو طريقة تكوينها أسوأ درجات الاستبداد. أسوأ درجات الاستبداد بمقتضى أو بموجب الانقلاب العسكري، أي أنها الذراع التي أراد بها العسكر أن يعبث بدستور مصر. هذا الدستور الذي وضعه ممثلون للشعب في العام 2012، هؤلاء الممثلون الذين كما قلت اعترضت، قلت إن هناك طريقة أولى لاختيارهم، لكن الطريقة التي تم اختيارهم بها تظل صحيحة. يعني كما يقول الفقهاء هناك الصحيح وهناك الأصح، كنا نطالب بالأصح، لكن لا بأس، الصحيح أيضا كان لا بأس به، كان صحيحا يعني. ولكن الآن نحن أمام الخطأ، نحن أمام الباطل الصريح الواضح. 50 معينون، 50 موظف يدينون بالولاء لمن عينهم ويضعون دستورا يفترض أنه سيتحكم في رقاب أكثر من 90 مليون مصري. تمثل هذا في العديد من الأشياء والعديد من الخطوات التي راقبها الجميع. هذا المنحى الاستبدادي رأيناه طوال الوقت حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة حتى الآن، وهي محطة وضع المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما قالوا. خرج محمد سلماوي المتحدث باسم هذه اللجنة، وسأسميها لجنة ال50. هم 50 شخص وهي لجنة لا شك في ذلك، لكن حكاية الدستور دي هي مسألة غير معترف بها على الإطلاق. خرج المتحدث باسم لجنة ال50 ليقول لنا إنه عدد مواد الدستور إن شاء الله كده هيبقى 241 مادة. صحيح إحنا مش عارفين المواد دي إيه نصوصها التفصيلية، لكن هم هيبقوا كده. وكلمنا عن الدستور، أنا آسف في التعبير، الدستور بالطورة أو الدستور بالكيلو. إحنا عارفين كده إن ده عدد المواد، يعني بمواد القوات المسلحة سيكون عدد مواد الدستور 241 مادة. أنا ما أعرفش إزاي تعرف عدد المواد قبل أن تضع المواد، إلا إذا كنت شغال على ماكيت سابق التجهيز. يعني يفترض وانت شغال في المادة ترى أن هناك ما يوجب دمج المادتين 2 و4 لتشابه الموضوع مثلا. ده بيحصل، حتى حصل في 2012 بالمناسبة، فصل مادة أو دمج أكتر من مادة في نص واحد، بل إنه ده حصل أثناء ما هم بيعملوا ما سموه التعديلات الدستورية دلوقتي، إن هم قالوا طيب النص ده احنا هندمجه في المادة دي ونلغي المادة اللي كانت مستقلة بنصه. إذن انت ما تقدرش أبدا تجزم أو تحسم عدد المواد قبل الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية. فإذا كنت عارف عدد المواد قبل ما تعمل صياغة نهائية يبقى أنت ما بتعملش صياغة ولا حاجة، أنت بتضع مواد مناسبة مكان الفراغ التالي على طريقة الامتحانات كده، ضع مكان النقط لفظا مناسبا. هم العسكر مدينك الماكيت وأنت بتسقط فيه الألفاظ المناسبة، وده كل دورك، مش أكتر من كده. طيب نتكلم بقى بشكل تفصيلي في المادتين اللي احنا هنتكلم عنهم، المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والمادة الخاصة بوزير الدفاع.
حكايه عدد حكايه الماده اللي هي الخاصه بالمحاكمات العسكريه للمدنيين، الحقيقه الماده 174 حسب الارقام اللي وصلنا لغايه دلوقتي. يعني اول بتبدا كده اول قصيده كفر تقول القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله. مفيش حاجه اسمها قضاء عسكري ولا يمكن يبقى جهه قضائيه. ليه؟ لانه شرط القاضي ان يكون مستقلا. ده يعني مفيش قاضي في الدنيا له رئيس، لان لو ليا رئيس طب ما الرئيس ده هيأمرني، هيقول لي تحكم لي بقى في القضيه ديت بالشكل الفلاني، وانا لا املك الا السمع والطاعه. يبقى اول حاجه في القاضي ان لو القاضي مش مستقل يبقى ده مش قاضي. طيب هنا بيقول لي ان القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله، وكانه لو قال انها مستقله تبقى بقت مستقله. يعني يفكرك كده بالنكته بتاعه الراجل اللي عايز النمل ما يجيش على السكر فكتب عليه ملح. هو لسه سكر، يعني النمل هيشم ريحته هيعرف مذاقه هيفضل سكر. اما تكتب عليه ملح ما بقاش ملح، واما تكتب ان ده القضاء العسكري فمش هيغير من طبيعه المجالس العسكريه اللي هي مش قضاء ابدا. وده ده مش انتقاص من قدرها، ده تحديد للتعريفات وتحديد للمصطلحات واحترام للمفاهيم. دي مجالس عسكريه عمرها ما كانت محاكم، عمرها ما كانت قضاء، وعمرها ما كانت مستقله. ليه؟ راجل مثلا مقدم جيش بيرأس مجلس عسكري، هيجي له العقيد يقول له بالامر تعمل كذا، يقول له حاضر يا فندم. لو ما قالوش حاضر يا فندم يبقى هو ارتكب جريمه العصيان التي توجب محاكمته امام مجلس عسكري. كويس؟ فيبقى الراجل اللي قاعد اللي احنا مسميينه القاضي اللي هو رئيس المجلس العسكري في واقع الامر، ده راجل بياخد اوامره حسب رتبته. المقدم ياخد الامر من العقيد، والعقيد ياخد الامر من العميد، وحسب تسلسل القياده والامر المعروف في القوات المسلحه، وما يقدرش يعمل غير كده. يبقى اذا مع اهدار استقلال المجالس العسكريه، حتى لو احنا كتبنا عليها قلنا انها جهه مستقله، احنا مش هنقدر نقول انها جهات قضائيه، لا يمكن. طيب المجالس العسكريه ديت عامله زي ايه عشان نفهم الحكايه كده؟ دي عامله زي ما كل شركه او كل هيئه حكوميه او مصلحه ليها شؤون قانونيه. طيب انا هفترض انه احد الموظفين في شركه كذا، شركه المقاولين العرب مثلا وليكن، يعني على سبيل المثال، انه هذا الموظف ونتيجه اهماله اتلف مالا او اهدر مالا مملوكا للشركه، فده هيتم التحقيق معاه امام الشؤون القانونيه للشركه، ويتم عقوبته بقى بالعقوبه المناسبه، ممكن بالفصل، ممكن بالنقل، ممكن بالخصم، ممكن باشياء الجزاءات الاداريه حسب ترتيباتها. كويس؟ طيب هفترض انه واحد ماشي في الشارع ارتكب نفس الجريمه اللي ارتكبها الموظف، واحد ملوش دعوه بالشركه، ملوش علاقه بالشركه ديت، او كان جاي زائر للشركه ارتكب نفس الجريمه، داس على سلك قطعه، كسر لوح ازاز، ماشي في الشارع بيحدف طوبه، ولا ولد بيلعب كره في الشارع فجت في لوح الازاز بتاعه الشركه فكسرته. هل انا هحاكمه او هحاسبه او هحقق معاه امام الشؤون القانونيه للشركه؟ بالتاكيد لا. ليه؟ لانه انسان مالوش دعوه بالشركه، ده مش جوه الشركه، مالوش دعوه بيها. فبالتالي يبقى انا لما اقول ان انا هحاكم المدنيين امام المحاكم او المجالس العسكريه، المجلس العسكري ده هو ده الشؤون القانونيه بتاعه الوحده او بتاعه الجيش او بتاعه المعسكر. العسكري اللي بيغلط بنحاسبه قدام الشؤون القانونيه ديت، الضابط اللي بيغلط بنحاسبه قدام الشؤون القانونيه دي، زي ما قلت ان انا عندي محقق شؤون قانونيه جوه كل شركه، وده لا يمكن اعتباره جهه قضائيه لانه مش مستقل، ده فوق منه مدير الشؤون القانونيه، وفوق منه مدير الشركه، وفوق منه رئيس مجلس اداره الشركه، وكل دول يملكوا ان هم يدوا له اوامر. وعشان كده بتبقى العقوبات اللي هو بيفرضها اللي هي العقوبات في اطار اللوائح الاداريه جوه الشركه، ما يقدرش يمتد الى قوانين الدوله او الى الاشياء اللي هي اعلى من كده. احنا عارفين ترتيب المنظومة القانونية في أي دولة: الدستور أولا، ثم القوانين على ترتيب بينها، المدني يسبق الجنائي وهكذا، ثم اللوائح، ثم القرارات الوزارية. فالراجل بتاع الشؤون القانونية ده بيحقق في حدود اللوائح والقرارات الوزارية ولا يتخطاها. إذا في شركة ففي حدود لائحة الشركة، إذا في وزارة ففي حدود القرارات واللوائح اللي بتحكم الوزارة، ولا يمكن نفوذه يمتد إلى أبعد من ذلك. كويس؟ لأنه بيحقق في إطار الوقائع التي تحدث داخل الشركة من موظفيها أو من العاملين فيها. لما أجي أجيب بقى راجل ولد صغير ماشي في الشارع بيلعب كورة فضرب الكورة في إزاز الشركة، فجيبه قدام محقق الشؤون القانونية بتاع الشركة أقول له تحقق معاه، يبقى أنا بهرج. ولما نجيب المدنيين نحقق معاهم أمام المجالس العسكرية، يبقى احنا بنهرج بنفس الطريقة. لأنه إذا قلنا إن في سلطة قضائية في الدولة وفي سلطة تنفيذية، طيب
المجلس العسكري ده جزء من السلطة التنفيذية، لأنه هو جزء من منظومة وزارة الدفاع. فاجي اقول ان ده مجلس عسكري بس جزء من السلطه القضائيه. شفتوش تهريج اكتر من كده؟ ان ده مجلس عسكري هو جزء من السلطه التنفيذيه وجزء من السلطه القضائيه في الوقت نفسه. يعني هياخد تعليماته من وزير الدفاع بس كلامه هيبقى قضاء يطبق على المصريين كافه، على كل المصريين. يعني القوانين اللي هيحكم بيها دي هتتحط جوه وزاره الدفاع، مش هتنظر امام لا برلمانات ولا تعديلات ولا ايه، بس برضه هيبقى هو يعني لوائح عمله دي اللي بتحكم طريقه العمل بتاعته دي محطوطه جوه وزاره الدفاع بس هتطبق على الناس كافه. بالظبط كده زي ما اجي اقول ان رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب حط لائحه اداريه لمحاسبه الموظفين في الشركه، بس احنا هنطبقها على سكان الشارع كله، سكان الشارع بس، مش هنقول على البلد كلها. احنا بنهرج لما نقول الكلام ده، والكلام اللي مكتوب ده لا له علاقه لا بدستور ولا بقانون ولا باي حاجه. عشان كده لابد من اسقاط هذا الانقلاب العسكري، لانه لا حياه لمصر في اطار هذه السلطه الدكتاتوريه المستبده التي زرعها اعداء الوطن في داخل الوطن لاسقاط تجربته الديمقراطيه ولاهدار حق هذا الشعب في الحريه. طيب نكمل بقى مع المادة. القضاء العسكري جهة مستقلة يختص دون غيره. طب مش ده سلب الاختصاص السلطة القضائية بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم؟ دول بتوعي، ده أنا اشتريتهم. القوات المسلحة بتقول الضباط، الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم دول بتوعي. طب لو ضابط شرطة أو ضابط قوات مسلحة ضرب واحد بالعربية في الشارع هنحاكمه بإيه بقى؟ يعني هيتحاكم قدام محكمة عسكرية قدام محكمة مدنية؟ نسأل. ما هو قال لي اهو النص بيقول ايه؟ في كل الجرائم المتعلقة، اي متعلقة، مش التي يرتكبوها اثناء الخدمة او بسببها زي ما حتى كان ممكن لا، المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمها، والجرائم المرتكبة من افراد المخابرات العامة اثناء وبسبب الخدمة. طيب كويس، حط لي هنا في بعد الفاصله، خلي بالك بس في الصياغات، الفاصله والنقطه والكلام ده يبقى دي جمله مبتدئه جديده. والجرائم المرتكبه من افراد المخابرات العامه اثناء وبسبب الخدمه. ولا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري. لو وقف قدام دي بقى النص جميل جدا، مع تحفظنا على سحب اختصاص القضاء العسكري على كل ما يرتكبه افراد القوات المسلحه، لازم يبقى اثناء وبسبب الخدمه ايضا، او ما يبقاش في فاصله، يعني نشيل الفاصله ديت. لكن على اي حال ولا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحه او معسكراتها او ما في حكمها. يعني ايه؟ طب هقول لك ايه بقى ما في حكمها دي عشان تعرفوا حجم الكارثه اللي احنا فيها. احنا عارفين ان اي حد يشتري ارض من الاراضي المملوكه للدوله او هيستصلح اراضي صحراويه او ما الى ذلك، اول موافقه بياخدها موافقه القوات المسلحه، لانه فيه ملكيه افتراضيه كده. القوات المسلحه تملك كل ذره رمل في ارض مصر. هو ده كده، هم عملوا الكلام ده كده من ايام محمد علي للاسف الشديد يعني، واحنا عملنا ثوره ومملكناش نغيره، مش معرفناش الحقيقه. احنا كان بودنا نغيره، كنا كلنا بنتكلم على ان احنا لازم نغير الكلام ده، والله جاز اللي كان السبب بقى. على اي حال، ف انت هنا بيقول لي او ما في حكمها، يعني اي حته ارض صحراويه لسه ما خدتش جواب تخصيص لواحد عشان هيصلحها وبتاع، تبقى دي ما في حكمها، شيل بقى، ماشي. او المناطق العسكريه او الحدوديه المقرره كذلك، او معداتها او مركباتها او اسلحتها. المناطق الحدوديه دي ايه؟ انا عندي مثلا في المحافظات الحدوديه، في عندي مساحات واسعه جدا، دي كلها اسمها الحدود. راجل ماشي بيرعى غنم كده على الحدود ده بتاع، ده هينطبق عليه القانون العسكري من اوله لاخره، ما دي مناطق حدوديه. طيب نتصرف ازاي في الحكايه؟ الناس دي تعيش ازاي؟ تنفس ازاي؟ يحسوا ان هم مصريين زيهم زينا كده، وان نفس النظام القانون اللي بينطبق على ده بينطبق على ده ازاي؟ نطلب منهم بعد كده صحه الانتماء ودقه الانتماء، نطلبه ده ازاي؟ اذا كنا احنا من الاساس بنعاملهم كاسرى حرب وبنطبق عليهم القانون العسكري او المجالس العسكريه، بنقول لهم انتوا مالكوش قاضي طبيعي كده زيكم زي البهوات اللي قاعدين في القاهره واسكندريه، لا، ده انتوا لوحدكم بقى، عشان انتوا قاعدين يا ولده نصيبكم كده انكم قاعدين في المناطق الحدوديه، ماشي. او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكريه او اموالها العامه الى اخر الماده.
التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري. يبين اختصاصات القضاء العسكري. العبارة اللي جت في الآخر دي بالغة الخطورة. ليه؟ لأنه لسه القانون فيه تفصيلات تانية ممكن تزود لي اختصاصات تانية. يعني الأمر ليس في حدود هذه النصوص العامة اللي ممكن يعني نتناقش فيها واحنا قدام المحكمة نقول لا ده الفصلة بس كانت للتنظيم اللغوي مش للتنظيم التشريعي وبتاعه كان. لا، هيقال لي بقى ده في قانون لسه هيجي ويحدد اختصاصات القضاء العسكري، ودي مسألة مفتوحة كده، دي حسب مزاجهم. اللي هيقعد يحط القانون ده هو اللي هيحط لي الاختصاصات بتاعت القضاء العسكري. هو سماه القضاء، خلاص خلصت الحكاية، ما بقاش مجالس عسكرية، ما بقاش مجرد مجالس لتأديب أو عقاب العسكريين إداريا بسبب ما يرتكب منهم من أفعال أثناء خدمتهم في إطار المؤسسة العسكرية اللي هم شغالين فيها أو تتعلق بهذه المؤسسة العسكرية. ده بنص المادة دي كلنا في 95 مليون مصري بقوا 95 مليون أسير حرب. كلنا ممكن ان احنا نلاقي نفسنا امام مجلس عسكري وبنتحاكم وبيحكم عليك بالاعدام وتقول لك معلش اصل ده تدخل في القوات المسلحه. عايز اقول لكم على حاجه بسيطه خالص يعني عشان ما نروحش بعيد. دلوقتي لما هيجي يحول مدني للمحاكمه امام مجلس عسكري، المجلس العسكري ده بالضروره الحته اللي قاعد فيها دي اسمها منطقه عسكريه. واحد رايح عشان يشهد لصالح هذا البني ادم، يقول انه هيشهد معاه شهاده نفي تنفي عنه التهمه المسنده اليه، فيتقال له لا والله انت مش هتدخل، ما معكش تصريح، اصل دي منطقه عسكريه. هندخله للطبيعه العدليه والقضائيه اللي هم بيفترضوها ولا هنمنعه عشان اصل ده امن مصر القومي يا جماعه، ومش اي حد كده، مش كل من هب ودب ممكن يدخل في المناطق العسكريه. نفترض ان احنا في وقت حرب. في وقت الحرب العقوبات العسكرية بتتفتح بدون حد أقصى. يعني معروف كده الغياب عن الوحدة في الأيام العادية ممكن ياخد حبس أسبوع، حاجات كده. الغياب لو غاب في وقت الحرب بياخد إعدام، لأن ده بيبقى فرار من الميدان. كويس؟ طيب دلوقتي راجل مدني وارتكب مخالفة من المخالفات ديت اللي هم بيتكلموا عنها تتعلق بالقوات المسلحة ولا مش عارف ايه، وانا في وقت الحرب هديله إعدام؟ زي ما اللوائح العسكريه، ما بقولش القوانين، زي ما اللوائح العسكريه بتنص، ولا هتصرف معاه ازاي؟ يعني هخالف اللوائح العسكريه ولا هخالف فكره القانون؟ ما يا كده يا كده، مش هينفع الاثنين مع بعض. يا اما ان انا اعلي من شأن فكره القانون واقول ان الراجل ده هياخد نفس العقوبه المقرره ليه سابقا، يا اما وفي الحاله دي تبقى انا خالفت اللوائح العسكريه لان في وقت حرب، ويا اما ان انا هديله العقوبه المفتوحه اللي هي ملهاش سقف، وفي الحاله ديت انا هبقى خالفت فكره اساسيه في القانون اللي هي فكره التناسب بين الجريمه والعقوبه. يعني ما ينفعش ان انا اقول النشل هديله اعدام مثلا، والا كان اي نشال هيلاقي نفسه هيتمسك هيبدا يقتل في اللي حواليه، ما هي اعدام باعدام. ففكره تناسب الجريمه والعقوبه دي فكره مهمه جدا علشان ضبط حركه المجتمع. فانا هخالف دي ولا هخالف اللائحه العسكريه؟ ده اول حاجه أو أول مادة هنتكلم عنها النهاردة. ولا شك أننا أمام حالة من التهريج الخالص، وأمام حالة من وضع عنق المجتمع تحت مقصلة الحكم العسكري بكل وضوح، لأن ده انقلاب عسكري زي ما قلنا مرارا وتكرارا وكما تؤكد كل الحوادث. نروح على المادة الثانية واللي هي بتتكلم عن أنه وزير الدفاع بيختاروا رئيس الجمهورية. يا نهار أبيض كده على طول، رئيس الجمهوريه يختار وزير الدفاع. هنخلي بالنا، هنكتشف بعد شويه ان حتى ده اختيار صوري ملوش لازم، ملوش اهميه. يعني حكايه رئيس الجمهوريه دي كده ايه، دي فوق البيعه، بس هو الحقيقه مش هو اللي بيختاره. طيب هو مش مفروض ان رئيس الوزراء ده هو اللي بيختار الوزاره كلها؟ مش مفروض ان تعريف الوزاره في اي دوله في العالم، احنا مش هنخترع العجله، تعريف الوزاره في اي دوله في العالم بيتقال كده ان رئيس الوزراء هو زميل اكبر بين زملاء متساويين، وان رئيس الوزراء هو اللي بيشكل حكومته، هو اللي مش ده الراجل ده المايسترو، مش ده كابتن الفريق اللي هيتولى اداره هذا الفريق، فهو بيختاره، بيقول انا عايز ده معايا، انا عايز ده معايا. مش لما ابراهيم الدميري وزير النقل عمل الكارثه بتاعت قطر البدرشين، حازم الببلاوي قال انا ماليش دعوه، مش مسؤول عن تصرفاته، ده اسمه اتبعت لي، اسمه جالي، ده هو اللي قال لي، ده اتفرض عليا.
احنا هنحاسب رئيس الوزراء بعد كده باعتبار رئيس وزراء مسؤول ولا باعتبار رئيس وزراء طرطور؟ اذا كان رئيس وزراء طرطور طب هو لازمته ايه من الاول؟ ما يقعد في بيتهم كويس. واذا كان رئيس وزراء مسؤول طب هو هيبقى مسؤول ازاي عن حد ما جابوش هو ما اختاروش؟ ده مش هو اللي معين وزير الدفاع، ده رئيس الجمهوريه هو اللي مختار وزير الدفاع. اذا مع تعريف الوزاره ما عادوش زملاء متساويين، لان وزير الدفاع ده اختاره رئيس الجمهوريه، وده بالتالي رئيس الوزراء ملوش عليه اي ولايه. ده يقعد في مجلس الوزاره ويقول له لا مش انا زيك، ده انا اعلى منك، ده انت الوزاره بتاعتك ممكن تتحل انا مش ممكن اتحل. هنشوف دلوقتي. ده انت اللي اختارك البرلمان بناء على النجاح في البرلمان ولا غيره، ده اذا عملوها كده، اذا مشيت المسائل في هذا الاتجاه الديمقراطي. انا بقى اللي عيني السيد رئيس الجمهوريه راسا، فمالكش كلام عليا، ما تكلمنيش خالص، مالكش عندي انا اللي اديك الاوامر. كويس؟ انه هي هتبقى كده. الماده زي ما هنشوفها وباختصار وقبل ما ادخل في التفاصيل عشان تبقوا معايا في التصور، بتعمل مصر لها رئيسين: رئيس مدني ملوش اي لازمه ولا يمتلك اي سبب من اسباب القوه الفعليه، ورئيس عسكري هو الحاكم الفعلي اللي هو وزير الدفاع. يفكرنا كده بحاله المماليك، دوله المماليك، ودي دوله مماليك برضو بالمناسبه يعني. تفكرنا بحاله المماليك لما كان في السلطان، والسلطان ده احنا بنقول سلاطين المماليك: قطز، بيبرس، قلاوون، قايتباي، برقوق، كل احنا قنصوة الغوري، طومان، ده السلطان، ده الحاكم الفعلي، وده اللي مكتوب في كتب التاريخ. نفتح ابن اياس، نفتح ابن تغري بردي، نفتح اي مؤرخ هنلاقيه بيذكر لنا اسامي السلاطين. عمر ما حد فكر انه يتعب نفسه حتى يذكر اسماء الخلفاء الا على سبيل التوثيق، يعني من باب يعني انه يبقى راجل مدقق قوي، ومش كل المؤرخين عملوا كده، وذكروه من باب الاستطراف، يعني ان الخليفه ده كان منصب روحي كده، يعني حاجه كده، راجل بركه، ده كان فسوخه الدوله. فاحنا هيبقى عندنا رئيس جمهوريه هو فسوخه الدوله، وعندي وزير دفاع هو الحاكم الحقيقي، هو السلطان. فكان السلطان المملوكي هو الحاكم الفعلي للبلاد، ويجيب خليفه كده يلبسه، هو اللي يلبسه العمه بايده، وهو اللي ينصبه بايده، ويخلع عليه خلعه الخليفه، ويقول له اذهب فانت الخليفه. ومفروض ان يفترض كده على الورق ان الخليفه ده هو راسه اعلى من راس السلطان، لكن ده كلام احنا بنقوله كده بيننا وبين بعض. يعني المعروف ان السلطان هو اللي معينه، هو اللي بيجيبه، هو اللي بيشيله، كان ساعات ما يزهق منه قوي يقتله وحاجات كده يعني. كويس؟ يقتله، يجيب واحد غيره، يعين واحد غيره، لو ازعجه اكثر مما ينبغي. ده ما حصلش تقريبا غير مره واحده في تاريخ السلاطين المماليك كلهم. فبالتالي انا هيبقى عندي السيد الرئيس فسوخة الدولة، والسيد وزير الدفاع اللي هو الرئيس الحقيقي للدولة. هنشوف بقى ده هيعملوه ازاي. الاول وزير الدفاع ده بيعينه رئيس الجمهورية زي ما كان السلطان هو اللي بيعين الخليفة في ايام الدولة المملوكية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، رئيس الجمهورية ده ما بيعينش كده بمزاجه، لا، ده هو بيختاره من بين ضباط القوات المسلحة على سبيل التحديد. طب ليه؟ الوزير منصب سياسي، القائد العام للقوات المسلحة هو ده المنصب العسكري. أفهم أن يكون القائد العام للقوات المسلحة من بين ضباط القوات المسلحة، ده كلام عشان يبقى راجل عنده خبرة في الحرب، اللي هو رئيس الأركان. يعني الحقيقة دول العالم فيها رئيس أركان وزير دفاع. حكاية القائد العام ده برضه اختراع من عندنا، لكن لا بأس، ماشي، بعض الدول بتعمل الحكاية ديت وما فيش مانع قوي، ماشي. يبقى القائد العام هو ده من بين ضباط القوات المسلحة، ده القائد العسكري، ده لازم يفهم في الحياة العسكرية. لكن وزير الدفاع ده منصب سياسي، زي كده ما حصل سابقا ان كان مثلا في عندنا محامي هو وزير الداخليه، مش لازم يبقى ضابط شرطه ولا حاجه خالص، مش ضروري، ماشي، مش ضروري ان وزير الصحه يكون طبيب، مش لازم. فبالتالي انا ممكن جدا يكون راجل استاذ جامعي، ممكن يكون راجل باحث اكاديمي، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون غيره، ويبقى هو وزير دفاع لانه هو راجل بيفهم في الحكايه ديت، او عنده شيء من الخبره او شيء من القدره السياسيه على شغل هذا المنصب. ده حصل في عده دول في العالم. يمكن اتكلمت في احدى الحلقات قبل كده، في احدى الحلقات في الجزيره مباشر، عن انه كان عندنا وزيره الدفاع في اسبانيا، وشفناها وهي رايحه بتستعرض جنودها في افغانستان وهي حامل. فيعني مشهد بدا غير مألوف، لكن شفناه في الاخر موجود يعني. فده ايه حكايه من بين ضباطها دي؟ اخلال بمبدا المساواه بين المواطنين، انك بتحصر حاجه منصب سياسي ما يجيش غير من دول، ما ده كده كلام مش مظبوط. الحاجه الثانيه
انه كل دي قيود بقى على سلطات رئيس الجمهوريه السيد الاستاذ الفسوخه في اختيار وزير الدفاع الحاكم الفعلي لمصر. موافقه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يبقى هو هيتم اختياره من بين الضباط وبموافقه المجلس الاعلى للقوات المسلحه. المجلس الاعلى هيقول لرئيس الجمهوريه هو ده اللي تختاره. طب هو كده رئيس الجمهوريه يبقى اختار؟ انا لما اقول لك بص يا رئيس الجمهوريه احنا بننصحك انك انت تختار فلان الفلاني وزيرا للدفاع، يلا توكل على الله واختاره بقى. انت كده كل اللي انت عملته انك انت بصمجي، السيد الرئيس البصمجي بصم على اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ومش بيختاروا كده في الهوا، لا ده بيختاروا لمده دورتين رئاسيتين اي 8 سنوات. النص كده والله يقول لك هنختاره لمده دورتين رئاسيتين اي 8 سنوات. طيب هحط شويه افتراضات. الافتراض الاول ان في دستور بعد كده قلنا مده الرئاسه 3 سنين او 5 سنين، فهيبقوا دورتين رئاسيتين اي 8 سنوات. برضه هيفضل النص ده ثابت عشان اوريكم عوار النص، بس الناس اللي حطت الكلام ده ما عندهمش فكره عن كيف تصاغ الدساتير. طيب الحاجه الثانيه انه هفترض ان رئيس الجمهوريه اللي اختار السيد وزير الدفاع ده توفاه الله، هيقعد وزير الدفاع وهيجي رئيس جمهوريه تاني مش هو اللي اختار وزير الدفاع ده، يبقى عرفنا ان حكايه اختيار رئيس الجمهوريه ديت ولا ليها اي لازمه، هو المجلس الاعلى اللي بيختاره وخلاص ده المهم. او ان الرئيس بعد الدوره الاولى الشعب ما انتخبوش، الناس ما انتخبتوش، فيبقى الرئيس دوت مشي بس وزير الدفاع قاعد للدوره الثانيه، يعني الرئيس مشي بعد اول دوره والوزير قاعد للدوره الثانيه. فيبقى كده حكايه اختيار الوزير دي كده يعني ان رئيس الجمهوريه بيختار وزير الدفاع دي بيني وبينكم ما تصدقوش قوي، ده هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيختار والسيد الرئيس الفسوخه بيبصم، ده كل دوره لانه هو مش رئيس. يعني ده يعني تأبيد حاله الرئيس الطرطور، سيستمر الرئيس في مصر طرطورا ما طبق هذا النص الذي يسمونه دستورا ومالوش اي دعوه باي حاجه في الدنيا. ف حكاية انه يملك الرئيس عزل الوزير في اي وقت، هيعزله ازاي؟ هيعزله ازاي اذا كان بيقول لك هنا مع عدم الاخلال بحق رئيس الجمهوريه في عزل وزير الدفاع في اي وقت. اراهنكم من دلوقتي لو الكلام ده مشي، لو في اي رئيس استجرى انه يعزل اي وزير، لانه اللي بيعينه هو المجلس العسكري، المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولانه بيعينه لمده مثبته. دورة الرئيس 4 سنوات، دورة الوزير دورتين، يعني يقعد 8، يعني يغطي الرئيس في حده الأقصى. آخرك يا رئيس الجمهورية أنا راكب على نفسك برضو. وبعدين هنا إحنا مش هنبقى بصدد تحصين كما كان السيسي بيقول قبل كده، لا معاذ الله، نحن بصدد تأبيد وتمكين أو تمكين مؤبد، مش بس تحصين. تمكين مؤبد لإيه بقى؟ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حكم المجلس العسكري إلى الأبد، لأن المجلس العسكري هو اللي بيختار وزير الدفاع، ولأن وزير الدفاع هو الحاكم الحقيقي لمصر. وزير الدفاع ده هو، عشان نربط بقى الكلام ببعضه، وزير الدفاع ده هو اللي بيقود القضاء العسكري الذي يستطيع أن يسحب اختصاصاته لأي حاجة. يبقى وزير الدفاع هو اللي بيقود رئيس الوزارة، لأن رئيس الوزارة دوت ممكن يمشي في أي لحظة، والوزارة ممكن، طيب الوزارة قدمت استقالتها، الوزارة استقالت هتمشي، وزير الدفاع اخباره ايه بقى؟ هيمشي مع الوزاره اللي استقالت باعتباره جزء منها، ولا هيقعد لان احنا مأبدينه 8 سنين؟ عشان نفهم الحكايه ماشيه ازاي. اذا بهذه النصوص وزير الدفاع هو الحاكم الحقيقي لمصر، وهو المهيمن على السلطتين التنفيذيه والقضائيه، وبالقطع سيكون مهيمنا على السلطه التشريعيه ايضا عبر بنود اخرى ربما نتحدث عنها لاحقا، لان الحقيقه الوقت خلص دلوقتي، والكلام كل الكلام اللي فات ده كان على مسؤوليتي. القاكم على خير في حلقه قادمه ان شاء الله.